أبو حميد، ايه ابو الجوج. بالبلد الكل عم يضرب غاز مسيل للدموع. ايه ليش ما نضرب غير غاز؟ مثل شو تاج راسي؟ كيماوي مثلا؟ لك ما انضرب من زمان. لا، بدنا نضرب غاز تاني. يعني بدل ما نبكيهم نضحكن مثلا. انه مثل شو قصدك؟ غاز مثير للضحك يعني؟ ممكن، ليش لا؟ كيف؟ اسمع لهلا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعين اذاعه ياسمين الشام بالحلقه الخامسه من مثير للضحك. انا جهاد من وراء المايك، ومحمد بهندسه الصوت والاخراج، وشباب حاجز باند بالاعداد. رجال سأل مرته زماناته: هلا حبيبتي الولادة بتوجع شي؟ بترد عليه مرته: حبيبي تخيل تفاحة عم تطلع من انفك. يس! بنت مثقفة كتير بعتت لحبيبها مسج بنص الليل، قالت له فيه: هل ينام الليل حبا أم ينام الحب ليلا أم أنا والليل حب لا ينام؟ رد عليها حبيبها وقال لها: هل ستأكلين الهوى أم أن الهوى سيأكلك أم أنت والهوى بدكم تاكلوا بعض؟ شاب سجل بنادي حديد ورياضة، وسأل المدرب: شو الجهاز اللي بيعمل لي أحلى جسم وبيخلي البنات كلهم يلحقوني ويحبوني أنا؟ مسكوا المدرب وأخذوا على الصراف الآلي بآخر الشارع وقال له: هذا هو. لك جهاد، شو؟ بتعرف صار لي فترة عم شوفك زعلان ومو على بعضك؟ لك ايه والله معك حق، كل هالعالم عم تقلي نفس الحكي هالفترة. عمل ايه؟ امي يا زلمة نازلة فيني بهدلة صبح ومساء، لك يا ريتها تخاف على جرح مشاعري على قد ما تخاف انها تجرح طنجرة التيفال. لك سبحان الله يا زلمة، انه شباب بيكونوا بحفلة بشي ديسكو وعم يشربوا ويحششوا، ولا وفوقها معهم بنات، وبيعتص الواحد منهم وبيقول له رفيقه: يرحمكم الله، لا وبيرد التاني المنظوم: يهدينا ويهديكم. لك يا اخي شو بدك، شعب مؤمن رغم كل الظروف المحيطة. يا الله يقوي ايمانك وايمانهم لك يا جهاد. محمد، ها اللي يا حزرك ليش العنزة حزينة؟ هلا عنزة وحزينة شلون زبطت معك؟ إيه، لأنه مهما طلعت ومهما نزلت رح تتزوج تيس. يا الله يرزقك بالعنزة اللي طبستك لك يا جهاد. انه لك محمد شو؟ ما بيخوزقني غير الفيسبوك، لك وقت بيتحش انفه بكل شغلة. كيف يعني؟ انه كل ما يجيك طلب صداقة بيقول لك هل تعرفه، انه شو دخل الفيسبوك مثلا؟ يا زلمة بتقولي بيقربوه؟ لا، ولا وقت بتقبل طلب صداقة بيقول لك ساعد فلان بالعثور على اصدقاء جدد. ايه انه يا زلمة مو ناقص غير دور له على عروس وزوجه كمان. لا والأكتر غرابة وقت بيقلك ماذا يخطر في بالك. لك يا اخي اذا كتبنا ما يخطر في بالنا، ايه بوشنا على باب البيت لنستقبل دورية المخابرات، وبوشنا على السجن طبعا المؤبد. انه لك محمد، ها في قصة ما كنت افهمها بالمرة. شو هي؟ انه الختيارة اللي عنا بالحارة بتعرفها بتروح على السوق والحدايق وزيارات وما بتخلي مكان إلا ما بتزوره، ايه واخر شي وقت بيأذن وبدها تصلي بتصلي على الكرسي. ترى ربنا شايفك ها. إيه الله يزيدك ويزيدها إيمان لك جهاد. لك بتعرف محمد، شو؟ برا بأوروبا البنت بس تزبط شي شاب تعرف شو بتقول؟ شو؟ بتقول لقد أوقعته في غرامي. أما البنت بسوريا وقت بتزبط واحد بتقول خوزقته. صح والله حكيك. لك يا عادي يا أبو حميد، الموضوع اختلاف ثقافات لا أكثر. الطالب السوري أول ما بيفوت على الامتحانات بيقرأ الفاتحة وبيسمي بالله وأموره كلها خير،
إنه بركي الله بيفتح عليه وبيسرها بالفحص. صح حكيك، بس الموضوع مو هون، لأنه بعد أقل من ثانية بيطالع الراشيتا وبيبلش غش. وهلأ مستمعينا مننتقل للفقرة الثانية ومقولات أخت هالوضع. وبيقولوا لك بس تخلص ولايته ب2014 راح يسقط. صراحة أنا ما راح أعلق بالمرة على هالمقولة، علقوا أنتو. بس هاي لا غير دنيا بالمرة. على قد ما قالت وزارة السياحة بسوريا انه سوريا جنة الله على الارض، ما تم مجاهر بالعالم الا وما اجا ينقب عن الحوريات بسوريا. وهون مستمعين إذاعة ياسمين الشام وصلنا لنهاية الحلقة الخامسة من مثير للضحك. نتمنى بختام حلقتنا أنه نكون قدرنا نرسم البسمة على وجوهكم بعد ما محتها الحرب. كان معكم جهاد من وراء المايك، ومحمد بهندسة الصوت والإخراج، والشباب حاجز باند بالإعداد. تضلوا بخير وأمل وسلام.